أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي فيلمنا سنة 2007 في أواخر فترة الغزو الأمريكي للعراق، وبتكون الحرب انتهت تقريبا، وساعتها بتبدأ الحكومة الأمريكية تمول مشاريع للبنية التحتية، ولكن في أحد المواقع بتحصل حوادث قتل للعمال والجنود اللي بيحرسوهم، ودول مش بيبقوا تبع الجيش الأمريكي وإنما جنود بيتم التعاقد معاهم من جنسيات مختلفة، وعشان كده قيادة الجيش بتبعت اتنين من أفضل القناصين عشان يستطلعوا الموقع ويعرفوا مين المتسبب في قتلهم، وبيبقى اسمهم إيزك وشين. وبيتكلم شين مع إيزك وبيعرفوا انهم موجودين هنا بقالهم 20 ساعة ولسه لحد دلوقتي ما شافوش اي اثر لاي حد، فبيعرفوا إيزك ان ممكن الشخص اللي قتلهم يكون قناص محترف زيهم، وساعتها بيبقوا مش متأكدين اذا فعلا اتقتلوا على ايد قناص ولا اتقتلوا على ايد مجموعة من قوات المقاومة العراقية. ومع الوقت وفي وسط الحيرة اللي هم فيها بيقولوا شين انهم لازم يتصرفوا والا هيفضلوا نايمين مكانهم للابد، وبيقرر ينزل للموقع بنفسه، وبيقولوا لو فيه قناص فعلا فاكيد مش هيستنى ده كله، وبيكون إيزك متابعه بالمنظار وبيأمن ظهره، وساعتها بيبلغوا شين في السماعة ان مفيش اي حد موجود وان الطريق آمن. وفي الوقت ده بيتفاجئ إيزك بان المنظار مشوش والرؤية مش واضحة كويس، وبيبلغ شين بالموضوع ده، وساعتها بيستغرب انه لسه مستمر بالمنظار القديم بتاع زميلهم دين. ولما بيتفقد شين الناس المقتولة بيكتشف انهم كلهم ماتوا بطلقات في الراس، وده معناه ان فيه قناص محترف، وبيفهم وقتها انهم قريبين من الخطر، وبيحاول يشوف اي مكان للقناص ممكن يصوب منه بس مش بيعرف لان المكان فاضي ومهجور. وبيبلغ إيزك في السماعة ان المكان مش آمن، وقبل ما يكمل كلامه بيتفاجئ برصاصة وهي بتصيبه في بطنه، واتصدم إيزك اول ما سمع صوت الطلقة، وبيروح بسرعة عشان ينقذ صاحبه، وبيجري وقتها بطريقة معينة عشان يشتت القناص، لكن القناص العراقي ما كانش بيهزر وبيقدر يسيبه مرتين وهو بيجري. وساعتها بيرجع إيزك بسرعة وبيرمي نفسه من فوق السور اللي جنبه واللي يعتبر جزء متبقي من مبنى مهدوم، وده عشان يحمي نفسه من القناص والا هيتقتل هو وصاحبه مع بعض. وبيكون وقتها خايف ومتوتر بسبب الصدمة اللي حصلت، لكن بيهدي نفسه بعدها وبيشوف الإصابة اللي جت في رجله وبيزحف على الأرض عشان يطمن على زميله. ووقتها شين بيوصيه في السماعة إنه يبلغ أهله إنه بيحبهم، وبيزعل إيزك من كلامه وبيطلب منه ما يتكلمش ويحاول يوقف النزيف، لكنه ما كانش قادر يتحرك، وبيطلب من إيزك يساعده، لكن إيزك فهمه إنه مش هيقدر يعمل له حاجة في الموقف ده، وعرفه إنه لو اتحرك من مكانه بره السور هيتقتل. وساعتها بيطلب منه شين يستخدم اللاسلكي اللي معاه ويبلغ الوحدة بتاعتهم، وقبل ما ينفذ كلامه بيطلع إيزك سدادة النزيف وبيربط بيها رجليه عشان يوقف النزيف ويخفف الألم، وبعدها بيستخدم اللاسلكي عشان يتواصل مع الوحدة، لكنه اكتشف بإن الاريال أو الموصل بتاع اللاسلكي مكسور بسبب إن واحدة من الرصاصات جت فيه، وحاول إنه يصلحه لكنه معرفش. وفي الوقت ده بيكون شين مستغرب ان القناص ما قتلوش لغايه دلوقتي مع انه قادر يعمل كده، وبيبلغ إيزك ان ممكن يتصرف ويصيب القناص، وبيطلب منه انه يحاول يعرف الاتجاه اللي اتضرب منه الرصاصه عشان يحدد مكانه، ولكن بيحذروا إيزك من انه يعمل اي حاجه والا هيتقتل فورا. وساعتها بيجيب إيزك المنظار وبيشيل كام حجر من مكانهم عشان يثبت المنظار ويبدا يشوف ايه اللي بيحصل. ولما بيرجع يكلم شين في السماعه بيلاقيه ما بيردش، وبيعرف وقتها انه فقد الوعي، وبيبقى ساعتها متضايق جدا، وبيقرر يعالج اصابته الاول ويطلع الرصاصه من رجليه عشان يقدر يكمل قبل ما ينهار هو كمان، وقدر بصعوبه انه يطلع الرصاصه وفضل يبكي من شده الالم. وبعد ما بيغطي الجرح بالادوات الطبيه بيغيب عن الوعي من كتر التعب، وشوية بيصحى على صوت نداء في السماعة بيعرفوا إنه من وحدة الإسناد، وبيطلب منهم يأكدوا له إنهم بخير ويحدد موقعهم عشان يقدروا يرجعوهم لمقر الجيش بأمان. وبيفرح إيزك جدا وبيبلغوا بمكانهم وبيعرفوا باسمه واسم الوحدة بتاعته، وبيفهموا إن الرقيب شين مصاب وفقد للوعي، فبيعرفوا الضابط إنه هيبعت له الفريق خلال ربع ساعة. وساعتها إيزك بيفرح وبيقول لنفسه إن الموضوع خلاص بقى مسألة وقت وينتهي، لكن بيرجع الضابط يكلمه بعد شوية وبيطلب منه يأكد الهوية بتاعته ويبلغهم بحالته بالظبط. وساعتها بيعرفوا إيزك إنه مصاب في رجليه وزميله فقد الوعي، وبيفهموا إن اللي هما بيحاربوه قناص عراقي محترف جدا ولازم يخلوا بالهم منه كويس لما ييجوا. وبيحاول وقتها الضابط إنه يطمنه وبيطلب منه يقوم يقف ويضرب من مسدسه في الهواء عشان يقدروا يحددوا مكانه بالظبط على الرادارات بتاعتهم. وبيستغرب وقتها إيزك وبيفهموا إن هو لو عمل كده القناص هو كمان هيحدد مكانه وهيكون هدف سهل بالنسبة له، ولكن الضابط بيبقى
مصر انه ينفذ التعليمات. وساعتها بيلاحظ إيزك بوجود لكنة غريبة في نطق بعض الكلمات، وبيعرف وقتها انه مش امريكي، وبيسأله عن المكان اللي بيتكلم منه، وفعلا شكه بيطلع في محله. وبيضحك الشخص اللي بيكلمه، وبيعرفوا انه يبقى القناص العراقي اللي هيقضي عليه هو وزميله، وان مفيش حد هنا هيقدر يساعده. وبيتصدم إيزك من الموقف، خاصة ان القناص قدر يخترق وسيلة الاتصال بتاعته. وساعتها بيحاول القناص يعرف منه هو عايز ايه بالظبط، فبيفهمه انه مش هيقدر يساعده لانه مجرد قناص في الجيش وما عندوش معلومات. لكن القناص قال له انه مش عايز يعرف حاجة عن الجيش، بس حابب يدردش معاه عشان مفيش دلوقتي غيرهم هما الاتنين. وساعتها إيزك بيحاول يجاريه في الكلام على امل انه يعرف مكانه، وفضل يتكلم معاه، وفي نفس الوقت بيراقب المكان بالمنظار عشان يحدد موقعه، ولكن ما بيلاقيش اي حاجة، هو كأنه شبح. وفي وسط الكلام بيقفل إيزك الميكروفون وبيبتدي يرسم كل احداثيات المكان على الارض قدامه، وبيحاول عن طريقها يحدد موقعه عشان يقدر يتعامل معاه. ولما بيشوف بالمنظار مرة تانية بيفشل برضه انه يحدد موقعه. ولما بيفتح الميكروفون بيسأله القناص العراقي عن زمايله في الجيش وعلاقته بيهم، لكن إيزك بيفهمه انه مش هيتكلم معاه في اي حاجة تخص الجيش. فبيقول له القناص انه مش عايز يعرف اسرار عسكرية، وبيحذره انه لو ما اتكلمش هيقتل صاحبه شين، ومفيش حد من اهله هيقدر يتعرف عليه. وبيطلب منه يكلمه عن المنظار بتاع صاحبه دين. وساعتها بيتصدم إيزك لما بيسمع الاسم، وبيسأله ازاي عرف اسم صاحبه. وبيفهم منه إيزك ان هو كان سامع كل الكلام اللي بينه وبين شين من اول ما وصلوا الموقع. وبيتأكد وقتها ان القناص العراقي مش سهل خالص ودايما سابقه بخطوة. ومع الوقت بيحس إيزك بالعطش، وبيطلع الازازة اللي معاه عشان يشرب، لكنه اتفاجئ انها اتصابت لما القناص ضرب عليه نار وما بقاش فيه ميه. وبيرجع يكلم القناص تاني وبيقول له يا ترى الوضع اللي هم فيه هينتهي ازاي. فبيفهمه القناص انه مش مهم هينتهي ازاي، المهم يستمتعوا بوقتهم مع بعض. وبيقول له انه فاهم قد ايه عطشان لانه هو صوب على ازازه الميه اللي معاه. واستغرب إيزك جدا من كلامه، وبيقول له انه هو بيكذب وانه الرصاصه جت في الازازه بالغلط. وساعتها القناص بيسخر منه، وبيعرفه انه كان قصد يصيب ازازه الميه، وكمان ضرب اللاسلكي بتاعه، وعشان كده هو مش قادر يتصل بالوحده بتاعته عشان يبعتوا الدعم ويلحقوه. وكمان كان قصد يصيبه في الوريد الرئيسي للركبه عشان مهما عالج الجرح هيفضل برضه ينزف داخليا لغايه ما يموت. وكان إيزك بيسمع كلامه وهو مصدوم ومش مصدق ان ممكن يكون فيه انسان بالشكل ده. وبيفهم وقتها ان القناص ما قتلهمش عشان يتلاعب ويتسلى بيهم زي ما هو عايز. وبيعرفوا بعدها القناص انه عايز يفهم ليه بيقتل لحد دلوقتي. وبيتضايق إيزك من كلامه، وبيقوله انه مش جاي هنا عشان يدردش معاه، وانما بيعمل واجبه تجاه وطنه وهو محاربة الارهابيين اللي زيه. وساعتها بيستغرب القناص، وبيعرفوا ان السور اللي هو موجود وراه دلوقتي كان سور لمدرسة عراقية، وان هو كان مدرس لغة انجليزية في المدرسة دي. وللمفارقة ان نفس الجدار اللي دولته حاولت تهدمه هو دلوقتي مستخبي وراه. وفي الوقت ده بيسمع إيزك صوت غراب في السماعة وهو بيتكلم مع القناص، فبيروح يبص من المنظار مرة تانية. وبيكمل القناص كلامه، وبيقول لإيزك انه مستغرب عشان بيقول عليه ارهابي، مع انه هو اللي جاي لدولة تانية وبيحارب اهلها. وبيعرفوا ان الارهاب الحقيقي هو اللي دولته بتعمله. وفي اللحظة دي إيزك بيتصدم لما بيشوف الغراب وهو موجود فوق كومة النفايات اللي في الموقع. وساعتها بيفهم ان مفيش حد ابدا هيقدر يختار مكان زي ده يصوب منه الا لو كان فعلا محترف واذكى من الكل، وعشان كده قتل كل الناس اللي في الموقع من غير ما حد يكشفه. وبيفضل الحديث بينهم متواصل، وبيسألوا القناص عن السبب الحقيقي اللي يخليه يستمر في الحرب، واذا كان دين هو السبب في كده. فبيستغرب إيزك من كلامه، وبيعرفوا ان هو ودين اصحاب من قبل ما يدخلوا الجيش واهلهم يعرفوا بعض، ودين ملوش علاقة بالموضوع ده. وبعدها بيخلع إيزك الجاكيت وبيحطه على البندقية وفوقهم الخوذة، وبيرفعها بايده لفوق السور عشان يوهم القناص انه بيراقب. وفي نفس الوقت بيبص من المنظار ومستني يضرب نار على الخوذة، وبالتالي يقدر يحدد مكانه بالظبط. لكن القناص العراقي طبعا ما وقعش في الفخ العبيط ده وما ضربش ولا طلقة. وبيكون إيزك بعدها يائس ومش عارف يعمل ايه. ولكن بعد شوية بتيجي عاصفة هوائية قوية والتراب بيملى الجو، وبيستغل إيزك الوضع وبيمسك البندقية بتاعته وبيتحرك لنهاية السور، واللي بيكون فيها جندي مقتول قريب منه عشان ياخد الشنطة بتاعته. وفعلا بيتحرك بسرعة ناحيته، والقناص طبعا بيبقى مراقبه، لكن التراب بيبقى ملغوش عليه. وبياخد إيزك الشنطة من الجندي وكمان اللاسلكي اللي معاه، وبيحاول يرجع تاني للسور، ولكن أول ما بيرجع بيضرب عليه القناص العراقي، لكن الرصاصة ما جاتش فيه. وبيكمل القناص ضرب على السور وبيوقع جزء منه، لكن إيزك بيزحف بسرعة لحد ما بيبقى في أمان.
وبيفتح بعدها الشنطة وبيفرح جدا لما بيلاقي فيها مية وبيشرب منها زي المجنون، وبياكل كمان الحلويات اللي لقاها وحس ساعتها بالأمل. وبيفضل يكلمه القناص في السماعة وبيقوله إن اللي هو عمله ده تصرف أحمق، وفهمه إنه كان ممكن يقتله بسهولة لو كان عايز. وساعتها ما بيرضاش يرد عليه إيزك، وبيروح عشان يشغل اللاسلكي اللي أخده ولكن طلع ما بيشتغلش. وبيعرف وقتها إن القناص عطله برضه زي ما عطل اللاسلكي بتاعه. وبيعرف ساعتها إن كلامه طلع صح لما قاله إنه كان قاصد يصيب اللاسلكي وإزازة المية ومرضيش يقتله. وفي وسط الكلام بيسمع إيزك تشويش في السماعة، وده معناه إن في حد تاني دخل على الخط، وبيتوقع إن يكون شين صاحبه. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيقدر يفوق من فقدان الوعي اللي كان فيه. وبيفرح جدا إنه لسه عايش، وكلمه من بعيد بعد ما قفل الميكروفون وعرفوا إن القناص موجود وسط كومة النفايات. وساعتها بيحاول شين يتحرك ببطء عشان يمسك سلاحه من غير ما القناص يحس بيه، وبيستغل إن عاصفة الرمل لسه شغالة. وفي نفس الوقت بيتكلم إيزك مع القناص عشان يشغله عن تحركات شين. ولما القناص بيتكلم بيقفل إيزك سماعات الميكروفون وبيقول لشين يركز ويضرب على كومة النفايات. وبيقدر بعدها شين يوصل للقناصة بتاعته، وبيستنى أول ما العاصفة بتعدي، وبدأ يضرب النار على كومة النفايات بالرصاص اللي معاه على أمل إن واحدة منهم تصيبه، لغاية ما الخزنة بتخلص منه. ولسه بيجيب رصاص تاني بيضربه القناص العراقي على طول وبيصيبه في كتفه. وساعتها إيزك بيتكلم مع القناص وبيترجاه إن يسيب شين يعيش وما يقتلهوش لأنه خلاص ما بقاش مصدر تهديد ليه. وبيقاوم شين الإصابات وبيزحف على الأرض عشان يوصل لصاحبه ويحتم في السور، لكن قبل ما يوصل بيضربه القناص برصاصة الرحمة وبيقتله في ساعتها. وبيكون إيزك شايف كل ده وهو منهار من العياط وهيتجنن من الوضع اللي هو فيه. وبعد شوية بيتفاجئ إيزك بصوت طالع من اللاسلكي، وبيروح بسرعة بس بيكون معطل، فبياخد الاريال من اللاسلكي التاني وبيحاول يصلحه. وبيتفاجئ بصوت واحد من القادة في الجيش وهو بيحاول يتواصل معاه. وساعتها بيفرح إيزك جدا، ولكن لما بدأ يكلمه بيتصدم إن القناص هو اللي بيكلم القائد ومنتحل شخصية إيزك. وبيفهمه إنهم كويسين رغم الإصابات البسيطة، وإن المهمة اللي كانوا جايين عشانها تمت بنجاح. وكان إيزك بيسمع الحوار اللي بينهم وهو هيتجنن ومش عارف يعمل حاجة. وساعتها القائد بلغه إن فريق الدعم هيوصل خلال ساعة. ورغم إن إيزك ما كانش عارف يتكلم معاه، لكن حس إن فيه أمل بعد ما عرف إن زمايله هيوصلوا قريب. وبيكون خلاص الشمس قربت تغيب. وبيتكلم إيزك مع القناص وبيعرفوا إنه مش هيقدر يصوب على الفريق اللي هيجي عشان هيعرفوا مكانه، لكن القناص ما بيردش عليه. وبيقلق وقتها إيزك لأنه مش عارف إيه خطوته اللي جاية. وبيروح عشان ياخد بندقية شين وبيعمل خطاف بسرعة بالخشب، وفعلا بيقدر يزقها ناحيته. وبعد ما بيحط فيها رصاص بيقرر يصوبها ناحية القناص. وبيروح بعدها وبيكسر السور لأنه خلاص مش باقي على حاجة. ولما وقع السور اتسبب في غيمة كبيرة من التراب، وبسببها القناص ما قدرش يشوف حاجة، وحاول إيزك يصوب عليه. وفي الوقت ده بيكون خلاص وصلت الطيارات الهليكوبتر، وبيضرب القناص على إيزك لكن ما جاتش فيه بسبب التراب. فبيقوم إيزك وبيقف مكانه على أمل إن القناص يصوب عليه والظباط يعرفوا مكانه، لكن القناص بكل ذكاء ما بيضربش عليه نار. وبينزل بعدها الجنود وبياخدوا إيزك وبيشيلوا جثة شين كمان عشان يطلعوا طيارة. وبيحاول يعرفهم إيزك إن فيه قناص في كوم النفايات، لكن محدش بيسمعه ولا فاهمينه. ولما بيطير الهليكوبتر اللي فوق وبيقرروا خلاص يسيبوا الموقع، بيضرب القناص جندي من الفريق وبيحصل فوضى في الطيارة. وبيزعق لهم إيزك عشان يعرفهم إن القناص في كوم النفايات، بس خلاص الوقت بيكون اتأخر. وبيفضل يضرب عليهم القناص لغاية ما الطيارات الهليكوبتر بتقع على الأرض وبيموت كل اللي جواها. وبعد شوية بيتصل عليهم حد من القادة، ولكن طاقم الطيارة ما بيردش، لكن بيرد بدل منهم القناص العراقي كأنه واحد من الجنود، عشان بعد كده يبعتوا دعم مرة تانية وبرضه هيقتلهم القناص وبنفس الطريقة. وبنقدر نفهم وقتها ازاي شخص عراقي واحد قدر يقتل عشرات الجنود بأكتر طريقة احترافية وما تخطرش على بال حد. وبكده نكون خلصنا الفيلم. ما تنساش تصلي على النبي، ولو عجبك الملخص دوس لايك واشترك في القناة عشان تتابع الجديد من الملخصات اللي جاية. سلام.